السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا في خير وفي أحسن صحة وفي أحسن حال. ما تنسوش تصلوا على النبي وتذكروا الله في التعليقات. إن شاء الله هنعمل معاكم القرص النهاردة بطريقة بسيطة جدا، هتنفع المدارس، هتنفع الفطار الصبح. بشوية مية ودقيقة تعملي أحلى قرص، وما شاء الله عاملين معايا كمية اللهم بارك. معايا هنا 2 كيلو دقيق، معايا معلقتين خميرة ممسوحين، ومعايا معلقة بيكنج باودر، وكيس فانيليا. ممكن تقدري تستغني عن الفانيليا عادي. وتقلبي المكونات دي كلها ببعضيها، وبعد كده تنزلي عليها بالميه، بالمواد السائله اللي هي الميه او الحليب. تمام. عايزه تعجنيها بحليب صافي ماشي، عايزه تعجنيها بميه صافي ماشي، اللي يريحك. عايزه تعجني نص كده ونص كده عادي. انا عجنتها ال2 كيلو دقيق، خدوا معايا كوبايتين حليب و4.5 كوبايه ميه من المج الشاي الكبير. تمام. هفضل انزل بالمواد السائله كده معايا لحد ما الدقيق يختفي تماما. اول ما الدقيق بيختفي بروح نازله بقى بالماده الدهنيه. هو انا مش بعجنها، وانا بس بقى بخلي الدقيق ده يختفي خالص، وبعد كده بروح نازله بقى بالماده الدهنيه. اهو انا مش بعجن، انا بس بخفي الدقيق. تمام. هنزل بها بالتدريج على حسب الدقيق، لان في دقيق بياخد ميه اكتر على حسب النوع الدقيق اللي انت مستخدماه. انا هنا مستخدمه الدقيق اللي هو متعدد الاستخدامات. تمام. هنزل بالميه بالتدريج، حاجة بسيطة وسهلة ومش مكلفة خالص. اعذروني على الصوت، عندي برد، معلش انا اسفة. هلف فيها كده بالمية. هنا بصوا هي بتلزق عادي، ما تخافيش. اول ما تنزلي عليها بالسمنة التلزقة دي كلها هتروح. شوفوا هي بتلزق يعني، بس ما تقلقيش. هنزل عليها معايا كوباية سمنة. ممكن تستخدمي سمنة على زيت، ممكن تستخدمي، بس ما تستخدميش كله زيت عشان ما ينشفش معاكي القرصة. تمام. انا مستخدمة هنا سمنة. حطيت المج اللي انت شايفاه ده، انا استخدمته كله على ال2 كيلو. تمام. بخفي بس السمنة كده، بفضل اعمل فيها كده، انزل بالسمنة بالتدريج لحد ما السمنة تختفي معايا. تمام زي ما انت شايفة كده، زي ما هو واضح في الصورة. متنسوش تصلوا على النبي. هنا بنزل بالسمنة بالتدريج. هتبصي هتحسي ان هي بتفرول معاكي او بتقطع عادي، ما تقلقيش. هي اول ما ترتاح هتلم تبقى زي الفل، وهتشوفيها معايا في الفيديو دلوقتي. اهي انا كده نزلت بقى باقي كمية السمنة كلها، هو كله مج سمنة. لحد ما السمنة تختفي. اول ما السمنة بتختفي بغطيها بقى وبسيبها تخمر. انا نسيت اقول لكم على حاجة، السكر بتحطوا سكر في الدقيق على حسب الرغبة. انا نسيت السكر معلش. حطوا سكر زي ما انت عايزة. ممكن ال2 كيلو تحطي له مج سكر من اللي هو المج اللي انا استخدمته في السمنة ده. تمام. هغطيها بقى اسيبها تخمر نص ساعة قبل ما اجهز الصواني بتاعتي. هنا بقى سبتها نص ساعة، وببدأ بقى اشكلها. ممكن تشكلها بكذا طريقة وهوريكي. اول طريقة اللي هي بتجيبي حتة كده وتروحي فردها على الرخامة بالكوباية، كوباية الشاي المج اللي انا استخدمته كده، بكورها او وبتطلع معايا كلها قطع متساوية. تمام. اهو. تدهني الصينية اللي هتحطي فيها مادة دهنية. اه بتروحي حطاها هيك كده. وممكن اعملها معاكم تاني. جيبي حتة من العجينة، بتكوني مغطية العجينة عشان وش العجينة ما ينشفش. اهو كده. وهوريكم كذا طريقة تشكلي بيها في دي. لو حسيتي ان هي بتلزق في ايدك، ممكن تدهني ايدك حبة زيت كده بسيطة. اهو دي. ممكن تكوريها قطع صغيرة، هي حجمها مش كبير، بقى حجمها قد الليمونة كده
اهو. انا جبت هنا شوية زيت اهي، حسيت ان هي بدأت تلزق عادي اهو. وبالكوباية بتقطعي حتة وتروحي لفة اهو كده زي ما انت شايفة كده. انا بصراحة اللي حسيتها احلى اللي انا بكورها على ايدي، هو ده اللي انا كملت معاه. وتروحي اول ما بكورها كده بتروحي ببطن ايدك كده، وتروحي نازلة عليها ضغطة واحدة مش كتير كده زي ما انت شايفة في الفيديو. تمام. ترصي، هعمل بقى معاكم الكمية كلها اللي تعمليه، غطيه عشان ما ينشفش، عشان الوش بتاع العجينة ما ينشفش. تمام. انا عملت معاكم الصواني كلها اهي، ان شاء الله اللهم بارك قطعت كتير اهو. طريقة بسيطة جدا مش مكلفة خالص. هتغطيها بقى بفوطة، بحتة قماشة مثلا انتي مخصصاها للعجين، تروحي مغطياها زي ما انت شايفة كده اهو. مش بسيبها هي بس مجرد ما الفرن يسخن. هنا بقى بجيب شوية سكر كده، معلقتين سكر على ربع كوباية حليب، وبدوبهم مع بعض عشان احطهم على وش القرص من فوق عشان يديني لون ذهبي كده وحلو. انا اول صينية بدأت فيها ببدأ بقى ادخلها الفرن. تمام. وزي ما انتم شايفين بس بدهن الوش بتاعها من السكر والحليب اللي انا عملته، وادخلها الفرن في الرف الاوسط على درجة حرارة متوسطة اهو. غمض وفتح هتلاقيها استوت ما شاء الله اللهم بارك. بصوا الله اكبر على الهشاشة اللي فيها والطراوة جميلة. لو انت عايزة بقى تحشيها ملبن شوكولاتة اي حاجة، بس انا حبيتها كده تبقى اقتصادية ومش مكلفة خالص. اللهم بارك. الله. بصوا هشة وجميلة واخدة لون اللهم بارك، وقطع الكمية وبألف هنا وسلام.